السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم طيبه ان شاء الله. غنوجدوا اليوم ونحضر معكم كوزاميه او طبق اللي هو ايطالي، كيجي بنين بزاف وكيعجب الوليدات. بسم الله على بركه الله. فغادي نحتاجوا هنا الكميه ديال صدر الدجاج اللي نقطعها بهذا الشكل هذا على شكل طولي، يعني كتبقى الكميه على حسب افراد الاسره. وغادي نحتاجوا المعلقه صغيره او نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، ونص معلقه ديال السكينجبير، ونص معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم، وعندي نص معلقه ديال الثومه بودره. ونحتاجوا الخردل، عندي معلقه صغيره عامره ومعلقه كبيره ديال صوص صوجا ورشيشه ديال الملحه او راس معلقه ديال الملحه. ونحتاجوا الفلفل الاحمر، فعندي نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، غادي نخلطو مزيان مزيان. فبالنسبه للملح البنات ما نكثروش، كما كنعرفوا صوص صوجا ولا مطارد مالحين، داكشي علاش نديرو غير راس معلقه صغيره ديال الملح صافي. وغادي نخليوه هكا على جنب، فنخليوه تقريبا واحد 2 سوايع او ساعه ديال المكانه. فبالنسبه لي انا مخليته ساعه ما كاملاش، يعني غير كيدخلوا التوابل في ديك صدر ديال الدجاج صافي. ونحتاجوا البطاطا اللي قطعناها بهذا الشكل هذا، ونضيفوا لها التوابل. عندي راس معلقه ديال الثومه بودره، راس معلقه ديال الكركم، وعندي الفلفل الاحمر نص معلقه صغيره. وغادي نحتاجوا الاعشاب منسمه، فعندي الازير والزعتر اللي غادي هكا تقريبا واحد المعلقه صغيره. وغادي نحتاجوا الملح كيبقى على حسب الذوق، ونحتاجوا المعلقه كبيره ديال لا شابلوغ وجوج معالق ديال الزيت نباتيه صافي. وغادي نخلطوا مزيان مزيان، يعني حتى كيتلبسوا لنا ديك الحبات ديال البطاطا بالتوابل صافي. وغادي نستفوا الحبات ديال البطاطا في اللاطه اللي غندخلوها الفرن اللي كنكونوا مسخنينه من قبل، وندخلوها طيب يعني من التحت حتى كتطيب، ونرجعوا نحمروها من الوجه ديالها، يعني نخليو العافيه تكون مهيله بزاف باش كتجينا هكا البطاطا طايبه وكتجي بنينه صافي. وغندوزو صوص بيشاميل، فغادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الزبده، وغادي نضيف عليهم 2 معالق ديال الفرص كبار عامرين صافي. وغادي نحركوهم او نخلطوهم مزيان فوق عافيه اللي كتكون متوسطه، ما تكونش العافيه مجهده بزاف. ثم غادي نضيف نصف لتر ديال الحليب، ما غاديش نضيفو دفعه واحده، فغادي نضيف هكا تقريبا واحد الكاس ونص ديال الحليب، ونخلط مزيان او نحركو مزيان، يعني حتى كيبدا هكا شويه كيعقد وحنا كنضيفو الحليب. ثم غادي نضيف 4 معالق ديال الفلفل الاسود ورشيشه هكا ديال الملحه، مع غادي نضيفوا الاجبان الصوص بيشاميل ديالنا، ما نكثروش الملح. وعندي حبه ديال الكوزه هكا نحكو غير الربيع ديالها صافي، فما نكثروش من الكوزه، يعني غير واحد الرشيشه هكا صافي. فمن بعد ما حكينا الكوزه ديالنا، فغادي نخليو الصوص بيشاميل يعني حتى كتغلي مع التحريك جيدا، يعني حتى كتشكل لينا هكا فقاعات صافي. فمن بعد غنضيفوا ليها الاجبان، فانا عندي هنا شويه ديال الفرماج الاحمر والجبن موتزاريلا مع 2 قطع ديال الجبن مثلث. فيمكن لكم تستغناو على الجبن المثلث، يعني تضيفوا غير الجبن الاحمر مع الموتزاريلا، فهو كيعطي مذاق زوين للصوص ديالنا صافي. وغادي نخليوه على جنب. فمن بعد ما كنخليو الدجاج في التتبيله ديالو مرقد تقريبا 2 سوايع او الماكسيموم ساعه ديال المكانه، فانا خليته هنايا غير ساعه. فانتم الا عندكم الوقت خليوه اكثر، يمكن لكم تخليوه حتى ليله كامله، فهو كيتشرب التوابل وكيجي احسن صافي. فغادي ناخذ هنايا مقيله اللي غادي نوضع فيها 2 معالق ديال الزيت النباتيه صافي. وغادي نوضعوا صدر الدجاج صافي، وغادي نبقاو نحركوه بهذا الشكل هذا يعني حتى كيطيب. فضروري نستمروا في التحريك بهذا الشكل، يعني حتى كنشوفوا القطع ديال الدجاج نشفوا لينا من الماء وكيطيبوا صافي. فغادي نطفيو عليهم النار صافي. فمن بعد ما رجع الدجاج ديالنا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، يعني راه طايب ونشف من الماء، مابقاش فيه حتى نقطه ديال الماء، فنخليوه على جنب. ففي هذه المرحله عندي البطاطا راه ديجا طيبتها في الفران، فانتم الا بغيتو تقليوها، ولكن هذه الطريقه هذه كتجي احسن. كما كتشوفوا كتجي بطاطا محمره وكتجي هكا ديك التوابل عاطينها مذاق زوين صافي. فخديت هنايا مول زجاجي، يمكن لكم ديروا في اي مول اللي كيدخل الفرن، او تقدموهم هكا في مولات اللي هما فرديين. غنضيف كميه ديال صوص بيشاميل في ليمول ونسرحها بهذا الشكل هذا. ثم غادي نستفوا البطاطا ديالنا بهذا الشكل هذا. يمكن لكم نتوما تديروا هكا في شي اناء اللي كبير وتخلطوا المكونات كاملين
مع صوص بيشاميل، وعاد ديروهم هكا في ليمون اللي غتدخلوه الفرن. صافي، فمن بعد ما استفنا البطاطا ديالنا بهذا الشكل هذا، كنوضعوا طبقه ديال صوص بيشاميل، ثم غادي نضيفوا القطع ديال الدجاج بهذا الشكل هذا. فغادي نحتاجوا الكميه ديال الجبن ديال الساندويتش او المربع اللي غادي نوضعوه فوق قطع ديال الدجاج. فمن بعد ما كنستفوا الكميه ديال الجبن فوق القطع ديال الدجاج بهذا الشكل هذا، فغادي نضيفوا الصوص بيشاميل او صلصه الجبن، غادي نسرحوها من فوق الجبن بهذا الشكل هذا. ثم كطبقه اخيره نضيف الفرماج محكوك فوق الوجه. صافي، وغادي ندخلوها الفرن اللي كنكونوا هكا سخناه من قبل شي شويه. عاد ندخلو ليمون ديالنا، نخليوه هكا يطيب حتى كتخبط في راسها، ثم غادي ندخلو نهبطوها لتحت، يعني تاخذ هكا لون ذهبي من الوجه. صافي، فهاد الوجبه سريعه ما كتاخذش وقت وكتجي لذيذه بزاف وكتعجب الوليدات. وهكا نقدموها ساخنه، فهي كتجي يعني مذاق اكثر من رائع. كنتمنى تجربوها وتخليوا لي في التعاليق، وتخليوا لي لايكات ديالكم واشتراك معايا في القناه لاول مره كيزور القناه. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاهده ديالكم، وخليتكم على خير وبخير. حتى الوصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد غنقطعها معكم وتشوفوا كي كتجي يعني من الداخل، يعني كتجي معلكه، والفرماج كيعطيها واحد المذاق اللي كيجي اكثر من رائع. وخليتكم على خير وبخير. حتى الوصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد.